رجال الحديث للسيد الخوئي الجزء 15، وفي رجال الكشي عن إبراهيم بن محمد بن العباس عن عنبسة قال أبو عبد الله عليه السلام: لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. لا يوجد شخص، لا يوجد مجموعة، لا يوجد جهة أشد عداء لنا ممن ينتحل التشيع، أي من منافقي التشيع. هذه الخصلة الأولى. الخصلة الثانية نقول هؤلاء المنتحلون المستأكلون المنافقون تشملهم كل آيات القرآن الكريم التي نزلت في المنافقين، بل إن كل آيات المنافقين نزلت فيهم. مرة نقول هذه تشمل هؤلاء من تطبيق الكلي على المصداق من باب التطبيق، ومرة نقول سبب النزول، والنزول ناظر كقضية خارجية إلى هؤلاء. نحن نقول ليس فقط هؤلاء تشملهم آيات النفاق، بل إن آيات النفاق نزلت في منافقي التشيع. ليس منا الكلام، وإنما هذا الكلام من الأئمة سلام الله عليهم. نقول هؤلاء المنتحلون المستأكلون المنافقون تشملهم كل آيات القرآن الكريم التي نزلت في المنافقين، بل إن كل آيات المنافقين نزلت فيهم. وكما ورد في الرواية، وصلنا إلى الرواية 84 في معجم الخوئي الجزء 15، خالد بن حماد قال: أبو الحسن الكاظم عليه السلام قال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: ما أنزل الله، لاحظ بلحاظ التنزيل كقضية خارجية، يقول ما أنزل الله. الإمام الكاظم ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي، لاحظ حصر، إلا وهي في من ينتحل التشيع. من يقول؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، كما بينا سابقا، وأيضا سنبين خلال هذا البحث والبحوث اللاحقة أن آيات المنافقين نزلت في الصحابة، وبينا هذا سابقا، وسندخل في تفصيل أكثر إن شاء الله. لكن هذه ليست نزلت فقط في منافقي الصحابة، وإنما نزلت في منافقي التابعين، ونزلت في منافقي تابعي التابعين، ونزلت في كل من انتهج هذا الطريق وهذا المسلك من النفاق والاستئكال إلى هذا اليوم. إذن قال الإمام الصادق عليه السلام: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع.